كان عندي شعور بأنه عمل كل محاور هدفه إظهار المعلومات اللي ممكن تهم المتلقي. ولنجيب أي معلومة في كثير طرق، أكثرها قرباً علي هي القصة اللي ممكن يسردها الضيف بتفاصيلها، بنبرة صوته، بانفعالاته وردود أفعاله. ممكن تحكي كثير، ممكن توثق فترات مختلفة عاشها، ممكن تاخدنا على أحداث مرقت معنا إحنا كمان، وبالمقابل نعيد النظر فيها ونتمعن بإحداثياتها. نحكي لبلد. مساء الخير، حلقة جديدة بنحكي فيها لبلد. مع مين؟ هذا سؤال كبير، وهاي قصة طويلة، قصة بنسمعها بكل محل وبكل زاوية من زوايا هالبلد. الراوي، الممثل، المخرج والكاتب فيها هو نفسه. كيف ممكن يصير كل هذا؟ رح نسمع اليوم. بس لحظة، الموضوع ما انتهاش، الموضوع بدي وبس، ومع شخصين إضافيين. يمكن حكي عم بيكون مبهم شوي، فاهم ومقدر، بس يمكن ليبطل مبهم لازم نسمع تفاصيل، كل التفاصيل من الفنان الكاتب والمسرحي أسامة مصري. يا مساء الخير أسامة مصري. مساء الفل والياسمين. كيف حالك؟ البنفسج. شو الأخبار؟ حبيبي الحمد لله كل شيء تمام؟ والله تمام، بس يعني لو تعطيني كمان $1,000,000 بصير معي $1,000,000 و10 شيكل، لأنه $1,000,000 بحققوا لك أحلامك؟ لا يعني إنه ناقصيني بس. شو أحلامك؟ كتير أشياء. يعني 1,000,000 ما بكفوا؟ لا بكفوش. 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 هيك وإحنا يمكن عم نحضر حالنا للبث المباشر. أسامة، كنت شوي مش عارف، بالغناء أنت بتكسر الروتين ولا بتمرق وقت ولا كيف؟ بالغناء لما بغني قصدك ولا لما بكتب غناي؟ لا، بالغناء لما بتدندن أو بتغني. لما بغني أنا عندي وسيلة استعملتها طول حياتي أتغلب على الكآبة. فاخترعت أول شيء النكتة. فكان النكت هو إنه ما حدا بيعرف إيش أنا بحس. كل يوم تلاقيني بنكت بحكي بالشغل بكل محل، فبقولوا لي الجو معك حلو. وطبعا أدمنت على الشغله، وطبعا صارت بعدين شغلي وصارت مربحة. أنا حبيت إنه الغناء هيك لمكافحة تنقول الكآبة. نفس العملية. بتعرف اليوم هيك مجتمعنا في هاي الساعات عم بيعاني من كتير أعمال عنف، وفي الساعات الماضية. بدك هيك قبل ما نبلش حوارنا وتفاصيل حوارنا نكافح الكآبة سوا؟ إيه ليه لا؟ شو بدك تغني؟ غنيت كتير أغاني ما قبل الهواء بالأساس. تفضل. لازم اغني. سمعنا إشي هيك. كتير هيك بتعرف نكسر الروتين شوي تبعت البدايات. وبتعرف شغله، انا دائما بتعمد مثلا انه اسال عن الموسيقى تبعت الضيف اللي بحبها الضيف، او حتى اللي بدندنها في اي مكان، في السياره، بالحمام، بالغرفه، بالبيت، مع اصحابه، بسهراته. بحس انه هاي منطلق منيح لافهم كمان الشخص لشو بميل، كيف بفكر وباي طريقه بفكر. يلا غناي اشوف. غناي ما حدا او اسمع. طبعا هاي بخصك فيها. غناي بتقول: نشاز نشاز نشاز، قالوا عنك نشاز، يقولوا شو ما يقولوا، المهم مين اللي فاز. خدوا مثلا جاليليو لما اكتشف انجاز، الكل اجتمع وقرر انه جاليليو نشاز، مع انه يا عيني عليه سهروا وبظت عينيه، التموا وقضوا عليه ما قضوا على الانجاز. نشاز نشاز نشاز، قالوا عنك نشاز، يقولوا شو ما يقولوا، المهم مين اللي فاز. والبنت الحلوة جندرك حملت فكر ممتاز. ناس الكلمات، راح الكلمات. الكلمات منيح. شو النشاز بمجتمعنا اليوم؟ طلع هو هاي بلشت من انه انا بحب اغني. كيف الفكره؟ هاي انا كتبتها طبعا. الفكره انه
بحب اغني وبيقولوا لي انت صوتك نشاز. امم فانا قعدت ابالي بالاخر يعني مين قال انه النشاز هو الغلط؟ بركي النشاز هو اللي صح. فعملت بحث بمين كانوا نشاز بالعالم وهن طلعوا الصح والعالم كله غلط. فكان واحد منهم جاليليو لما اكتشف انه الشمس هي المحور مش العكس، مش الارض زي ما مكتوب بكل الكتب السماويه، وكلهم كانوا ضده. اليوم كلهم ماشيين عليه، صحيح. يعني حكموا عليه وقتها بالموت. طبعا هو تخلص من الحكم، لكن جان دارك نفس الشيء. جان دارك حملت فكر ممتاز وحرقوها بالكاز. هيك بالحقيقه حرقوها. لكن اول دوله تحررت من حكم الكنيسه وهي فرنسا. تخيل انت، بعد ما اخذوا من ابن رشد انه فصل الدين عن الحكم. فهذول كانوا نشاز مشهورين والناس مشوا عليهم. من غاليليو، من جان دارك وما إلى ذلك، هيك من تفاصيل حكيتها، مين بلش يربي شواربه قبل أنت ولا لطف نواسر؟ والله ما بعرف. أنا لطف نواسر احتمال ما كان الربي، ما بعرف. بس أنا يعني لما أنا كنت بربي شوارب ما كنتش عارف لطف نواسر. كنت أعرفه بس مش عارف كان مع شوارب ولا لا. لأنه كان يمثل بمسرحيات يعني، بس كان بعيد عن. بتخربطوا الناس اليوم بيناتكم؟ في ناس بيقولوا انه احنا بنقرب لبعض. لا، ما بتخربطوش. مره واحده تخربطوا. مره واحده تخربطوا. قالوا لي امبارح الشهر اللي فات كنت عندنا، قلت لهم لا ما كنتش عندكم محل يعني. او مره كمان في اتحاد الفنانين كنا باجتماع وكنت انا وياه قاعدين جنب بعض. بعد جمعه بقول لي رئيس اتحاد الفنانين بقول لي ايه امبارح كنت مع اخوك. قالوا لي اخوي. انا فكرت ميسره. ميسره. بقول لي هذا بقول له اخوي. طيب عظيم جدا. هات شوي نفوت هيك على التفاصيل الشخصية، يمكن سردها وقراءتها، وهات نعمل مع بعض عصف ذهني أو نوع من عصف ذهني. أسامة مواليد 22 أكتوبر 10 تشرين أول 59، يعني مفروض تكون بآخر يومين بالميزان. عندك توازن؟ بتحاول تعمل توازن؟ دائما. وانت بفلت منك التوازن، يعني 60 سنة اليوم وعزيادة إن شاء الله. بفلت طولة العمر، وانت فلت منك التوازن خلال هدول 60 سنة؟ كتير أوقات. يعني لما كنت أتعصبن على أولادي لما كانوا صغار، أو مثلا أكون طالب شغلة وأنا يعني مشتغل عليها كتير ودم قلبي حاطط يعني، لدرجة إنه هاي آخر وحدة كانت صعبة كتير. عملت عملية في القلب ورحت على المستشفى. على السلامة. فكنت يعني عامل مسرحية وطالب طلبات، اجيت لقيت ولا إشي صح. من كيف ودافعين مصاري الجماعة. بس إذا أنت ما كنتش ماسك في زمام الأمور بتحس إنه التوازن بيروح؟ أنا بحب أتدخل كتير بأشياء يعني بشغلي. بحب يعني أطلع على كل إشي إنه أشوف حلو مزبوط، لأنه شغلنا هيك. شو الإشي الحلو بالنسبة لك؟ يعني شو إنه حلو؟ إنه منيح. المصاري بيقولوا عن المنيح بيقولوا حلو. وهي مرة انغشيت فيها. عملت أكل لواحد مصري بقول له كيف الأكل؟ بقول لي حلو. بقول له لا أحط لك ملح. بقول لي لا حلو كده. بقول له حلو يعني حلو يعني منيح. فحلو مش يعني شكلا بس. نعم. لأنه إحنا بنشتغل كمان على الشكل. لما أنت بتطلع بالتلفزيون هو عم يشوفك، يعني الناس بيشوفوا. صحيح. مش اليوم مش راديو هذه إنه بس أسمع. فهذا الشكل كله مع بعض، وحتى لو بده يكون إشي مخربط بده يكون كمان معمول بخصوص مقصود. صح، مقصود ومعالج بالطريقة الصح. كل إشي على خشبة المسرح مفروض يكون معالج بطريقة صح، في له هدف، في له مكانته. ولهيك اليوم حتى لو ما كانش ولا إشي. طبعا طبعا. أنا في عندي مسرحية بطلع لحالي كيف أنا مع كرسي، مع انه صاروا بعدين يستغلوا هذا الموضوع، بتعرف، عشان يعني مصاريف انتاجيه او تقليل من مصاريف انتاجيه. هلا في كمان مدرسه. هات نروح شوي او نرجع شوي على العيله. بالاساس اهلك، وحكيت في محلين اعتقد اعلاميا انه مش افضل إشي كانت العلاقه مع والدك في حينها، وتندمت على الموضوع. في سياق التوازن، مين كان من أهلك يعمل توازن عندك أنت أسامة مصري، ومين كان يخل فيه؟ يعني خل ما كان، لأنه هذا كان طبيعة يعني طبيعة بنائهن.
صحيح، أنا ما ولكن كنت عندنا أعرف. احنا معادلاتنا كثير اوقات. طلع احنا شوف فيش واحد مرق في مرحله المراهقه كان صحاب مع ابوه او مع امه. يعني دائما احنا انتي او اعداء هاي. بنوعى على الشغله انه احنا معهن وهن كذا، بس نكبر ولما نصير ابو. لما تصير ابو بتعرف انه ابوك كان معه حق، انه يعني انت ولا شيء على بال اللي هو عاناه. يعني انت هسه عم بتعاني نفس اللي عملناه ابوك. يعني عبين ما تعرف انه ابوك صح بيكون صار عندك كثير متاخر. فانا من ابوي كثير حبيت اشياء واخذت منه وانا مش عارف انه عم باخذ منه. بعدين يعني اليوم انا في شغلات كثير عايش من وراها من ابوي وانا مش عارف. يمكن عن العائله الاولى لاسامه مصري احنا بنعرف طرف واحد بس، الا وهو ميسره مصري اخوك، برضه فنان، برضه ممتهن لهذا المجال، واللي اسا كمان هيك ممكن نعرض صورته على الشاشه. إذا بدنا نشغل ميزان معين، أوكي، وبدنا نحطك أنت على كفة وميسرة على كفة في التمثيل المسرحي أو في امتهان المسرح أكثر، وين الكفة الراجحة بتكون؟ كل واحد له ميزاته هو، دير بالك. يعني أنا مثلا مين ممتلئ أكثر بهذا المجال؟ يعني أنا مثلا بحب الكوميديا اللي بيعملها ميسرة. محترف من درجة أولى. دائما حتى لما بنعمل مشاهد كوميدية مع بعض هو بياخذ الطرف الكوميك أكثر، أنا باخذ الجدي. يعني هو طبعا الموقف الجدي اللي بضحك صحيح، بس هو بياخذ موقف الكوميك أكثر، اللي هو يعني هو محترف ربي على الكوميديا. يعني أنا عملت الكوميديا بس هو ربي عليها. يعني ربي عليها عندي أنا مني، لكن هو ربي عليها. يا ريت أنا ربيت على الكوميديا زيه، لكنت ممكن كمان بنفس المقدرة. تأثر ميسرة منك؟ أكيد تأثر، لأنه كان هو طفل لما بلش هو يعرض معي. صحيح، ولكن إذا هيك بدنا نعمل مشاهدة يمكن للخط الزمني كلياته ولامتهان كثير أمور تتعلق في الفن والتمثيل. ميسرة راح على التلفزيون على سبيل المثال مثلك. فهذا تأثر؟ لا، هذا مش تأثر، هذا فرص عمل. مش أكثر ولا أقل. يعني اليوم أنا مثلا بشتغل مع كثير ناس ما بشتغلش هو معهن. نعم. يعني أنا بشتغل في مسرح، كنت أشتغل في مسرح الكرم ما بطلت. هو بيشتغل في مسرح عكا بعده مسرح عكا. نعم. هذيك هو مثلا شارك في مهرجان المسرح الآخر، أنا شاركت في مهرجان المسرح الآخر، هو شارك وأخذ جائزة أحسن ممثل في إسرائيل في البلاد. وعلى سيرة التلفزيون هيك، بما انه حكينا عن التلفزيون اسامه، هل بنقدر نقول انه الفرص اللي بتيجي من التلفزيون هي اداه لتثبت انك موجود للظهور اكثر، او وصول للمردود المادي لانه يا جماعه بدنا نعيش؟ لا، الاثنين. المردود المادي مش بالاول. بالنسبه لي ما بعرف الاخرين، يمكن الناس بحاجه ما بديش احكي يعني. اما بتوصلك، لانه بتعرف التلفزيون شكله في اخرين بالنسبه لهم واضح. لا، واضح ما انا بعرف، عشان هيك بديش احكي عن الاخرين. لا، هات نحكي مش عن جد. لا انه انا بالنسبه لي التواجد وكيف اتواجد طبعا مش بس مجرد انه يلا شوفيني ناس يعني. ف اهم لي. وكثير انا يعني عملت باعمال اللي انا متواجد فيها والناس عرفوني منها من زمان انا بهاي الشغله. اي فرصه عمل بكل مسيرتك المهنيه كان لها المردود المادي الافضل؟ المردود المادي، وبتقول يا ريتني تخصصت في هذا الشق مثلا. هو قال لك اليوم اللي ماشي هو الستاند اب، وكان ناجح. عملت انا فرقه انا واصدقاء اثنين لي اللي هن ميلاد مطر وسعيد سلام. صحيح. عملنا فرقه اسمها كوميديا ببلاش. مزبوط. ونجحنا نجاح باهر. واخذنا برنامج بالتلفزيون بعد ذلك يعني بعد العروض المكثفه، وانتجنا حلقه من ساعه وربع. تخيل انت، ساعه وربع كوميديا بالتلفزيون. وكان عندنا شغل كتير، لكن صار في اشياء هيك كل واحد انشغل بشغله فرطت الشغله. ومثل كل مجموعه ومثل كل الفرقه كثير ظروف بالحياه هيك بتفرقها وبتخلي كل واحد منهم ياخذ مسار مختلف. بتصير اليوم حد اسمك
بتعريف أسامة مصري، مسرحي، ممثل، مش عارف، مخرج، كاتب، صحافي، أوكي، أنت فنان بكل إشي ولا بحاجة لمردود مردود مادي؟ لا عشان هيك تخصصت فيهن. لا لا. بالاساس انا يعني عندنا احنا بيت فني. يعني بيتنا بالبيت، يعني ابوي كان يعمل الشغل اليدوي، اي شيء بيعمله من ايده. كان نجار، كان حداد، كان طنجره تخرب يعمل لها ايد، يخترع لها شغلات. اخوي الكبير كان يرسم على الازاز. اخوي الكبير ممثل، اول ممثل فتى مثل في المسرح الناهض الفلسطيني. يعني واو. بعد دغري بس تخرج من صف 12 كان اول واحد صغير. وناهض مرحلة كثير مهمة بالمسرح الفلسطيني. هذا اخوي الكبير. اليوم هو اركتكت، بس هو وقتها كان ممثل يعني. فامي صاحبه نكتي وتغني. ابوي حكواتي. ابوي حكواتي يعني بكل معنى الكلمه. ما كنت اعرف منين اجيب القصص، بس كبرت وقريت وعرفت انه بخد بالكتب براسه، بس انا كنت فكرها بالفها. كنت صغير. هذا كله زرع فيي. وطلعنا هيك عائله يعني بتحب المرح، بنحب الكوميديا، التاليف، الاخراج. هذا بعدين اجى مع الشغل. يعني انا ما بعرفش كيف شيء اسمه اخراج الا غير ما فضنا على المهنه نفسها. تعرفت على كل الاشياء. شو اللي بضحكك اليوم؟ يعني مثلا قبل كم يوم حضرت مسرحيه ليوسف وردي ومكرم خوري. ضحكت من كل قلبي. ساعة وربع، كله ساعة. ليش؟ لأنه بيحكوا لغتك، لغة لا جيل أسامة لا لأنه بيعرفوا إنه يضحكوا. بيعرفوا ما أي فلتك من اللغة. أنا أي واحد ممكن تعرف إنه أنا ممكن مشهد يكون ضاحك جدا جدا يبكيني أنا ببكي. يعني قصدي مشهد سعيد. أنا بوافقك. مشهد سعيد بين واحد ووحدة أبصر كيف التقوا بسعادة ببكي. يعني ممكن عكسك بأثر فيي. ف الأدوني حضرت المسرحية أنا. وأنا ما بقول لك إياها بكل نعم. يعني هاي إنه ما شفتش كوميديا على المسرح الفلسطيني زمان. قد إيه أنا بشوف يعني شايف كتير بهذا المستوى. عظيم، عظيم جدا. خليني بس أرجع هيك عن جديد للتعريف. إذا في إشي استوقفني فيه هو مش كثرة البوزيشنز أو الوظائف، لا، كلمة الصحافي. بصراحة بتعرف قديش بالعالم عموما بتعبوا ليأخذوا هاي التعريف أو هذا التعريف؟ طبعا. وأنا كمان تعبت. يعني أنا دخلت على عالم الصحافي كمصمم جرافيك، لأنه أنا رسام كنت أرسم كاريكاتير في الاتحاد. ففت على هذا المجال وعلموني الجرافيك بالاتحاد نفسه. أنا صرت مصمم الأول الصحيفي. صحيح. لفترة طويلة لسنة 90 تقريبا، 89 90، لما أنا قررت أروح أتعلم في القاهرة. لما رحت أتعلم بالقاهرة فطلبت منهم إنه يمولوا دراسي على أساس أنا أصير مراسل لإلهم في القاهرة. من يومتها اختصيت في الكتاب المراسلة الفنية. كمان لظروف معينة. كنت أنا أول ما بلشت أراسل كل إشي. بعدين لما تضيقوا علي في مصر تخصصت بس بالفن. حدا قال لي يعني وهو فنان فلسطيني معروف كان مستشار عرفات، غسان مطر، قال لي بدك تضلك بالبلد، سيبك من السياسة واكتب بس على الفن. قلت له من عيني، هاي العين بدي أتعلم أنا كمان. إذا في سبق صحفي مهم ممكن تتذكره وتستعرض لنا إياه. طبعا مش سبق كثير، كانوا يحطوا لي على الصفحة الأولى، يعني مش واحد. إذا في خبر هيك فعلا مش خبر، أنا بدي أحكي لك أول لقاء بنعمل مع دريد لحام مع جريدة فلسطينية أنا عملته. أول لقاء. أول لقاء مع نضال الأشقر من لبنان. طبعا. أنا عملته. يعني هذا عم نحكي على سيدي نضال الأشقر ومسرح المدينة. المسرح الضوء ما كانش بعدها مسرح المدينة جديد في السنوات الأخيرة. هي كانت في سنة 90 اللقاء، وعملته في أوتيل انحرق بعد شهر صدفة. يعني شغلات أحمد فؤاد نجم، شيخ إمام، هذول كلهم أنا عملتهم أول ناس. أنا وأول واحد عملت معهم هذول اللقاءات اللي إحنا كل وقت أكتب عنهم نظري
مش عملي. وبعد هيك انتقلت لتكون يمكن منسق اعلامي في كثير من المسارح، في كثير من المسارح عفوا، الكرمة، الميدان، السرايا. هذا اخرها كان الجوال على سبيل المثال. انا عملت هل مسرح مثل الجوال بحاجه لمنسق اعلامي، ولا كنت بدك تضلك ملزق بهذا الاسم؟ لا شوف طلع كيف كل الفن بدون اعلام بسواش. بس ما هو كيف اجت الفكره عشان تعرف. احكي لي. انا اجيت بعد من القاهره، كنت مراسل بس، فاكتشفت انه الفنان عندنا. اشتغلت بمسرح، قال لي واحد صاحبي انا صار لي 14 سنه هون، ابن صفي بقول لي 14 سنه بيمثل المسرح. شاف ابن صفو اللي كان بصفه بعد 14 سنه بقول له ايش بتشتغل؟ بقول له انا بمثل. واحد بقول لي ايش بتشتغل؟ ابن صفي. فانا هاي حزت قلبي هيك حز. فقررت وقتها انه اتخصص بالاعلام الفني الفلسطيني اللي والثقافي. فاخترعت شيء اسمه تفانين، وبعدين وكاله انباء تفانين عملتها اللي هي كانت تنشر كل اخبار شو اسمه. بعدين صارت ايش بيقولوا لها عثمانيه، ايش بيقولوا لها عثمانيه؟ تركي؟ لا يا زلمه، جمعيه عثمانيه، جمعيه. على سيره تفانين، جمعية. تفانين هي واحدة من المبادرات والمشاريع اللي كانت عندك. واليوم اذا مجرد بنكتب في جوجل أسامة المصري، بتعرف صفحات الاي 4 اللي بتطلع لنا من المشاريع؟ أعرف. اي واحد من هذول المشاريع حسيت انه حطيت طاقاتك فيه على الفاضي؟ على الفاضي؟ لانه شو بقي منهن اليوم؟ ما هو بالضبط. في مثلا عملت ممكن انا بقدرش اسميه على الفاضي لانه البذر رح تنبت. بديش اقول على الفاضي، وانما اهدرت الطاقات فيه، ما كانش لازم تحط طاقات هالقد فيه. مش عارف هقول لك انه انه هيك شيء فيه. صعب تحكي على مشروع من مشاريعك هيك لا عاطفيا؟ حتى لو وقفوا المشاريع بقى في مليان بعدها قائمه. لكن هذا لا يعني شيء. يعني انه انا اسست اول مسرح للمتخلفين عقليا في البلاد، ما صارت هاي. فاهم كيف؟ انه عملت اول مهرجان للضاحكين، الضاحكون قادمون. هاي عملته في اسف، عمل سنتين. في مهرجان بعده قائم بطمره، الحكواتيه، القصاصين اللي بيحكوا روايات، الرواه اسمه سواليف. قعدوا قائم، هذا كل سنه بيعملوه. انا مش فيه، بس انا اسسته. طبعا مسرحيد هو غني عن التعريف، صار له طبعا 19 20 سنه يعني. هذا ثابت وقائم، واللي يقام في مدينه عكا. تاسيس اشياء، تاسيس فرقه كوميديا ببلاش، هذه تاسيس اول فرقه بانتوميم، انا وميسره وكمان اخواتي، كان كثير اخواتي يشتغلوا معي. رح نحكي على كثير مشاريع، بس قبل سؤال من ما ينضم لنا شخص اضافي لهالقعده. في عندك مفهوم للتراجع؟ تتراجع اوقات عن مشاريع انت بتفوت فيها؟ ممكن. تتردد؟ بتردد، كمان بتردد، كمان ممكن اتراجع، ليش لا؟ مين كفة الميزان في البيت اللي ممكن تخليك تتراجع أو تقدم على شيء؟ أقدم على شيء كثير أشياء. يعني أنا لأنه بحب، أنا مبادر وبتحشر بالشغل. يعني ولا مرة بخلي الإشي يعني بدون مبادرة لشغلة معينة. إسا مثلا مخلص معك، بتفق معك على شغلة معينة بنعملها أنا وياك بعدين. فتعرفت عليك، فممكن نعمل أنا وياك إشي. هيك أنا عندي دايما بشوفك حامل كوباية عاملها أنت، بقول لك والله كوباية بتعرف تعمل مثلا شغلات ممكن تعني تستثمر. عندي أفكار دايما، فاهم؟ أما أتراجع، الإشي الوحيد اللي ممكن يخليني أتراجع إنه أحس إنه راح يكون في خسائر، أو علي أو ماديا أو علي من ناحية. أهم شيء إنه في أرباح. لا، خسائر ممكن تفضل يا سفير، عم نحكي عن أرباح. تفضل يا سفير، سفير المصري
ابن أسامة كيفك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ والله ايانا. عم بحكي عن خسائر، فأنا قلت له أرباح، أنت كربح. عم طلعت نحكي على سفير وعم نحكي على ميسم أيضا، اللي هيك شوي رح نحكي كمان عن أمور ثانية بتتعلق فيهم. بس بتحس إنه أبوك بكل هذا المجال خسر كثير؟ لا بالعكس، بالمجال الفني يعني. لا بالعكس، خسر. لا خسر، يمكن حط طاقات بمحلات مش كان كثير لازم يبذل طاقة فيها. لا اعتقد ابدا. لا اعتقد، حبيت هاي لا اعتقد. شو قايل له هيك بجاوبه؟ لا اعتقد، لا افكر. بعرفني انا عارف، حاول تصحى أنا. لا ما افكرش يعني، ما انه احط طاقات على الفاضي، لا. سفير، قبل ما نتخرف اكثر عن ابوك هيك ونفوت على مواضيع اللي لها علاقه في العيله، خرفنا شوي عن حالك، امورك هيك، اخبارك. عن حالي كيف؟ ايش بدك اسالني وبقول لك. الاسئله اللي هيك عرفت حالك فيها قبل ما نفوت على الهواء. شو اول شيء سالتك؟ شو عامل؟ تدرس ايش؟ تخرجت ما تخرجتش؟ اوكي. تخرجت مش من زمان، صار لي نص سنه متخرج. تعلمت طب اسنان ونجحت بالامتحانات وبشتغل، وبنفس الوقت بنحاول يعني نعمل فن مع الوالد مع العيله كلها يعني. وهذا حاليا هيك باختصار يعني. حلوة صورة التخرج بفكر. لا احنا عم نشوفها حاليا. هاي ميسم. هاي برا. أسامة مصري، ميسون ميسون أسدي، زوجة أسامة، وكمان سفير وميسم. وين كانت الصورة؟ وين الجامعة كمان مرة؟ الجامعة بمولدوفا. إذا سفير بعته على مولدوفا وميسم في قلنا تورونتو؟ في كندا. تورونتو في كندا. كندا. تمام يا أخي، شو ليش بعت أولادك لبرا؟ بتخلص مننا. بتخاف عليهن البلد؟ لا الفرص يعني مثلا أو هات أصيغ سؤالي بطريقة أفضل. بتفضل يكون عندهم مستقبل آمن من المستقبل اللي عم بنبني للشباب والصبايا في البلد؟ لا واضح، هذه اكيد. بس انا لما بفكر مثلا، هو اللي اختار طبعا، اللي مش انا اللي اخترت الطب بالاسنان، اختار. قريت انا انه مولدوفا طب اسنان يعني من المتميزين بين 13 دوله بالعالم، متميزه، واحده منهم. وطبعا سعرها منيح والى اخره. كان ملائم. حلال. كان ملائم، كويس وخيص بالناس. فتورنتو مثلا ميسم كان مقرر يتعلم مسرح او سينما. فكمان شاهد الصدف انه تورنتو بنت عمه يعني بنت اخوي ساكنه في تورنتو، بجيله نفس السنه، خلقت نفس الشهر. وبتتعلم بدها تتعلم بهالمدرسه، فراح تعلم. كمان حسبتها انه تورنتو فشقه من هوليوود، مع انه كان صار هوليوود يعني هو من قبل، هو عمره 13 سنه. لكن هذا الموضوع اللي رح نحكي عنه اكثر. انا بديش يعني هيك شوي نحرق هذا الموضوع، بس بدي شوي هيك ارجع للتعريف الشخصي. سفير، مين هذا اللي قاعد حدك؟ ابوي يعني واضح لي انه ابوك. مين اذا اليوم بدك توصف ابوك لحدا، تعرفه لحدا، شو بتقول له؟ بس مو بينفعش انا اللي اوصف، لانه لا طبعا يعني بينفع انت اللي توصف، مش هو يوصف حاله. لا بغيابي يعني قصده. ولا شيء، بس لا تطلعش، اطلع علي اقول لك. لا كانه مش موجود. باختصار شديد بتمنى اصير زيه. باختصار شديد اعطيني شغلات هيك من الصفات، من الطباع يمكن اللي بتفكر قبل كل شيء ابوي شو انا بشوف عنه، انسان بكل معنى الكلمه. قبل ما يكون فنان، قبل ما يكون ابوي، قبل ما يكون اي شيء، انسان. هو بيعرف عن حاله انه انا انسان. فانا كثير بحب انسانيته وماخذها منه يعني. مين ماخذ طباع اكثر من ابوك، انت ولا ميسم؟ حسب شو. احكي لي اشوف. حسب، واحفر لي مثل ما بيقولوا. اطلع، التنين ماخذين من ابوي. بيقولوا بالمنظر انا بشبهه اكثر. انا بشوفش هذا الاشي، انا احلى منك يابا. طبعا. بيقولوا بالمنظر انا بشبهه ابوي، وميسم طالع للوالده، وبالصفات بالعكس. بس ميسم ماخذ طول اسامه. لا طول اطول.
أو ميسم بتحب أطول. تكون طويل مثل لا مش حسن؟ لهالدرجة. طولي منيح مقبول. بتعرف الشباب دائما عندهم هاي هذا المحل تبع يا ريتني اطول شوي. صح. اطول هيك بكم سنتيمتر؟ صح. لا ماشي الحال. منيح. هيك عشان بدنا نسكر هذا الموضوع تبع الطباع. أسامة، أنت بتفكر مين ماخذ طباع أكثر منك؟ مني اثنين واخدين، لكن تعرف مش إذا الكل. بدك تنسب صفات لكل واحد منهن. يعني مثلا سفير، وانا بعهد انه عنده خيال كثير جميل واسع، وهذا اخذ مني. هو من هو صغير عنده خيال، وعنده كمان حس الكتابه، كان يكتب. بس طبعا لما راح الطب تعرف بيبتع، خف. اما هو عنده خيال. يعني كان يعجبني. تخيل انا مش كل واحد بيعجبني، يعني ما اقدر انا هذا كان يعجبني يعني ويبهرني. ميسم مثلا عنده الحس الاخراجي. يعني مره كان عم بدربني على مشهد هو صغار، فعم بقول له بس تفوت على المسرح اعمل هيك واعمل هيك، اعمل هيك واعمل هيك، وفوت. شفتوا المشهد دول عم بيغنوا عم بيمشوا محطوط باليوتيوب. ولا هو شو بقول له؟ ميسم بيسرح لسفير مش عم بضبط الشيء. ميسم بقول له اسمع، لما الحرامي بفوت على البيت مش بصير يطلع. واو بلصلص. هذا اصغر منه وصغير، عم بحكي لك على طفل. انا مش بلصلص هيك، بقول له ايوه بالضبط. يعني انا ما كنتش هاي تعليمات إخراجية. تعليمات إخراجية بالمستوى الأول. بحكي بالضبط كيف لا يعيش الممثل الدور. آخر سؤال، سفير بتغار أوقات على أسامة؟ بتقول هيك بس الناس يحكوا على أسامة بتقول لا هذا أبوي إلي لحالي مش لازم الناس كلها تعرفه؟ لا ولو أنت بصغير؟ لا أفكرش. لا طيب ولا مرة. يعني إسا أنا مش رح أحاول أخذ منك ولا تصريح، بس في عنا جزء ثاني بتعرف رح نكمل فيه ونحكي لبلد كتير عن هاي العيلة، وعن اسم كمان كتير هيك طلع في الحديث، ميسم مصري، ونشوفه كمان على الشاشة بطريقة أو بأخرى. بس هذا كله في الجزء الثاني. قبل الفاصل مشاهدينا حكينا مع الفنان أسامة مصري عن كثير شغلات، منها مفهوم التوازن، منها كيف حقق توازن بين كثير من المهن، الصحافي، الكتابي، المسرح، التمثيل وما إلى ذلك. كمان قبل الفاصل انضم لنا فرد جديد من العائلة وهو سفير مصري ابن أسامة مصري. كثير شغلات رح نحاول نعرفها عن أفراد آخرين كمان بهذا الحضور. خليكم معنا في الجزء الثاني من بنحكي لبلد. مساء الخير. انت ماخذ الامور كثير بجديه. ايش؟ بقول ماخذ كثير. بحاول مش دائما المحاولات بتزبط. يعني حرام عليك يعني. لك لا 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 هاي كيف كنت بتحب اعمل هاي الافتتاحيه تبعت الجزء الثاني مثلا؟ لا يلا لا ما بقدرش اقول لك كيف انا. يعني انت مبسوطه على حالك اوكي يعني. طب اسمع، تعال محلي اعملها ايه بحياتك هيك، اعمل جردة لكل المواضيع اللي حكينا عنها في القسم الاول. شو امنه يعني قدام اللي قصدك؟ إيه؟ تفضل على كاميرا بنحكي لبلد. اطلع ولو بدك عزومه بخاف من الكاميرا حرام. عندي العلامه الحمراء. هون قبل الفاصل حكينا عن اكس وواي وزد. لقدام شوي. عظيم ممتاز. يلا. طبعا انتم بعدكم متذكرين انه احنا كنا مع أسامة المصري وابنه الدكتور سفير مصري. سمعتوا كثير اشياء، بس في اشياء بعدكم مش سامعينها. خباي هون خباي هون. هسه رح نطلعها زي السحر كده، ونطلع الارنب
ولا الذئب ولا الثعلب من طاقيته. خليكم معنا. الله 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 حبيبنا. شو هاد؟ قلت لك فنان كل شيء بتعمله. دق على الربابة. سفير، شو احنا بنعرفش عن اسامه؟ شو انتم بتعرفوش عن اسامه؟ بس قبل في عندي شغله هيك تذكرتها، عفوا منك. بالفاصل حكى لي اسامه انه امير يعني مش بس انا وميسره في العيله كمان فنانين وممثلين، لا كمان اختي عواطف. شو الجينات شغاله عندكم اخوي؟ قلت لك كل العيلة من الأب والأم. سوري، شغاله عندك خيا خيا. هيك بعكا؟ طبعا خيا. شو شغاله عندكم جينات خيا؟ لا طبعا. وغير عواطف وميسره واسامه في كمان منهل الكبير اللي خلانا نفوت كله على الكار، اللي هو كان اول واحد في المسرح النقد حكيت عنه. وطبعا هو اللي خلانا نفوت على هاي الشيء. قديش كان في رضا من الاهل على كل هاي الفيعه على الفن والمسرح؟ ما كانش في اعتراض. واو. هذا بدي اقول يعني، وكله كان يعني حكم ذاته، يعني منهل من الاول، بعدين شوي منهل تضرر لانه بعثوه يتعلم هندسي بدل ما يتعلم ايش كان يحب. كان يحب التمثيل وهذا ضره كثير. بعدين انا طبعا لانه انا كنت مستقل من اساسه، وانا بالمدرسه كنت مستقل يعني عن البيت، فاخترت الطريق لحالي شوي يعني. عظيم جدا. كانت فرصه بفكر منيحه عشان تفكر بالشغلات اللي احنا ما بنعرفهاش عن عن جد؟ اسامه. تفضل. طبعا مقصوده هاي. اوكي. ملعوبه. تمام. شو بنعرفش عن اسامه؟ شو بتعرفوش عن ابوي؟ ابوي بني ادم مش عصبي. بالمره. ما هو خليني احكي. ابوي بني ادم مش عصبي، ومبين انه بني ادم صاحب نكته وبمزح ودائما بيبتسم، بس لا بتعصبن طبعا لما بنعصبنه، ولما يتعصبن الاشي بيكون خطير، بيزعل. وطبعا بس يزعل يعني بدك تقعد بدك ترضيه وبدك كيف بتراضي اسامه؟ هو عادة بيرضى لحاله، فاهم؟ بس بدك يعني تفرجيه انك انت بس اذا انت عامل متقدم. مشكله اما شو عويصه، ياما. قد ما تقول عويصه ياما وبدك عن جد تراضيه، بدك تعمل مجهود معين عشان تراضي اسامه. عادة انا ما كنتش اراضي، عادة انا العنيد، صح؟ عادة انا ما كنتش اراضي، انا العنيد يعني بضله ابوي يعني رح يرضى، فيش شو يعمل. مين سهل تراضيه اكثر، اسامه ولا ميسون؟ طبعا بنمسيها بالخير. اسرع يعني. طبعا اسرع يعني. امي ميسون. امي اوكي، مش بحاجه لمجهود شالي. بحاجه بس اهون من ابوي. اوكي. بس ما فيش شيء معين مثلا اكله طلعه؟ هدول امي. هدول فيش انا بحاول تقنعني. هدول امي. طيب هيك يمكن رح نتطرق لفرد آخر في العيلة في هاي اللحظات، بس قبل ما نشوف الفيديو اللي محضرينه واللي استولينا عليه من تلفونك أسامة، اليوم أنتم مقيمين في مدينة حيفا بس أنت أصلك من عكا. فكرت مرة بينك وبين حالك قديش ممكن تكون تنشئة الأولاد صعبة في مدينة كمدينة عكا؟ لا ما فكرش في هيك. انا اصلا لما نقلت على حيفا ما كنتش متجوز، وكان قعدت 12 سنه عزابي في حيفا. صحيح، بس بتيجي لك لحظه اللي بتقول يعني منيح اللي انا عايش بحيفا لا مش بعكا. لا لانه انا بقول لك شيء. يعني مثلا اليوم كثير بيسالوني استعملت حشيشي؟ هيك بيسالوني. بحلف لهم انه انا صار عمري تقريبا 60 سنه وانا عكاوي 22 سنه، شفت للحشيشه وبعرف كيف، وقاعد مع ناس بحششوا ولا مره حششت. ليش؟ لانه انا تربيت غير، وانا متاكد انه اولادي راح كانوا يتربوا غير. ونفس يعني الاشي بالبيت ممكن يكون من البيت. فيعني الوضع بحيفا يمكن اخطر من عكا بكتير اذا بتعرفش. يعني قول له يا سفير. لا انا 8 سنين حيفا. بتعرف كيف؟ طبعا الاشياء يعني بوافق معك انه مليون بالمية دخلوا في البيت. بس فالولادي يعني انا في شغلات كثيره مرات بقول لي اخذته بقروت، يعني لما كانوا بالمدرسه يعملوا شغلات حلوه
قال لي في بديش تعليم، انتوا اخذت البقروت لانك انت خلق انت عم تعمل الشيء الصح. يعني يعني ايش بيقولوا طز، بيقولوا طز على التعليم، طز على الدكتور، طز. انت بالنسبه لي ابني انت عملت إشي صح. بما انه هيك عم نحكي على الاولاد، صار وقت نروح على مرحله ثانيه. الجينات واضح قديش حتى انتقلوا لعائلتك الصغيره، لميسم ولا سفير كمان. فكرة الاسامي رائعه، انا بهنيك عليها عن جد رائعات. طيب حبيبي. سفير كان عندك تجارب، عم تروح على اوديشنز هيك، فايت بالاجر اليمين كمان على المجال وبتحب المجال واضح. بس قبل ما نحكي على تجربتك، اذا بدنا هيك نعطي الصوره الكامله للمشاهد ونحكي على ميسم اللي مش موجود معنا اليوم، طلع على كاميرتك هاي لو سمحت وقدم اخوك. شو بتفكر عنه؟ شو بفكر عنه؟ قبل ما نشوف الفيديو الخاص فيه. احكي للجمهور ايش بدك تقول. حاضر. ماشي. تفضلوا شوفوا شيء. طيب، بدنا نحضر كلنا مع بعض فيلم صغير عن ميسم، عن سيرته الذاتية كفنان وممثل. Hi, my name is Maysam Masri. I'm Arabic Palestinian man, was born in Haifa, Israel. So yeah, I do have to speak 3 languages. Yes, and I was born in June 20th, 1998. I'm 190 centimeters tall. Okay, kind of very tall. Yes, and I have been in few series and movies, and now living in Toronto as a student at Toronto Film School in acting program. So bless, eh? بال 1800 كنت مسيحي عايش بحي الأرمى. فقت ولقيته مات. هذا كل اللي بعرفه. فقت من نومك جعان؟ كنت بدك تاكل؟ ماما ما عنديش رد فعل. جميل. هذا الفيلم الاخير اسمه إلفيس دي نازاريت، يعني إلفيس من الناصره. كان هو البطوله الفيلم. احكي لي لما بتشوف اول مره لما شفت هذا الفيديو اللي هو عباره عن شوريل او سي في تبع الاعمال اللي اشتغلها ميسم، شو حسيت؟ طلع انا تقريبا مش اقول لك، انا اول شيء بحب العمل، هو ده شغله، يعني هو هذا وظيفه للمعهد السينما اللي بيشتغل فيه. أسامة إسا عم تفتعل اللامبالاة ولا لا 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 لا، لأنه إحنا اللي بنعرفش أو أنا اللي بعرفش ميسم، بس شفت إنه هذا ممثل من عنا من هون رائع. صح، أنا بعرف، كان في عندي إعجاب يعني وبقدرش أخبيه. وأنا كمان، بس أنا تقريبا أغلب اللي شفتهم أنا مشارك فيهن، يعني مع براد بيت كنت معه بالمشهد اللي عم تصور وكنت واقف جنبه. اللي انت شفته انت يعني عم بضرب هيك وبراد بيت عم يطلع عليه وانا واقف جنب بينه وبين براد بيت، يعني شايفه عم بتصور. يعني كنت معه 18 يوم في مالطا. فاهم؟ شغلات يعني اغلب الشغل اللي هون كنت معه اغلبه.
فبأثر علي كيف معمول فنيا الصراحه يعني. وانا بعرف انا معجب فيه لميسم، ولا عم بيعمل فيلم النهائي تبعه. كل مره بيطلعني على هاي، بس انا ما اقدر اقول لك اسرار عن الاولاد، اشياء اللي لك المنصه والمساحه. يعني ميسم مثلا بقول لك هو مثلا شو اسمه انه صعب تراضيني وهيك. انا وياته لما كنا في مالطا كنا بالاوتيل لحالنا بالليل، بتعرف كيف، فنلعب شدي. هسا اغلبه يزعل، فشو اعمل؟ انا اخليه يغلبني، بس يصير يغلبني، تعرف هو مش عارف انه انا عم بخليه يغلبني، انا ماسك الواحد يعني وبقدر اغلبه. يقول لي يابا زعلت؟ يعني هو بيسالني يعني زي هو بيسالني اذا انا زعلت، انه وانا عم بخليك تغلبني. يعني حساسين اولادي يعني. سفير لما انا بزعل، فاهم كيف، باخذها بجديه، يعني انه انا زعلان، فاهم يعني. بيحترموا زعلي، بيحترموا كثير، و يعني وبيثقوا فيي، الاثنين بيثقوا فيي، بيستشيروني كثير. طبعا مش بمجاله هسه الطب، لانه انا ما بعرفش الطب. صحيح، بس هات نرجع للمجال الاول اللي كمان هيك عم بنتقل لسفير. اذا في دينامو هيك محفز اللي عم بدفشك تروح من جوا، وانت مقتنع تروح على اوديشنز او اللقاءات اللي فيها شغل في التمثيل، مين في البيت؟ أسامة، ميسون، ميسرة، عمك، عواطف، كل أفراد العائلة اللي بيشتغلوا بهذا المجال؟ كله طبعا، بس بالاساس هو ابوي وامي. يعني لما بيجينا مثلا اوديشن بدنا نصوره من البيت، احنا الثلاثه بنقعد نشتغل. ابوي مثلا بقعد يمرني عليه، امي بتقعد تصور، وهيك الاشي بيصير. انه يعني امي وابوي هن بالاساس، وطبعا الكل يعني كل العائله. بأي قضايا بتستشير أسامة وبأي قضايا بتستشير ميسون؟ اوكي. طبعا في فرق. طبعا بالفن، اذا مثلا يابا شو رايك بهذا المقطع، يابا كيف بيأدوا هذا الاشي، اغلبه بسأل ابوي فيه. وامي كمان يعني، بس انه امي اكثر بروح لإلها مثلا من ناحيه مثلا حياه اجتماعيه، مثلا انا عارف شغلي مثلا. شوف يا سفير، ايوه، الحكي عم بيروح على محل شوي رسمي، وانا بدي اكسر هذا الموضوع. هات اقول لك، طلع فيه لهون. بشكل عام احنا لما بدنا مثلا نعمل إشي اللي هو مش مقبول على ابونا، بنروح عند امنا او العكس. اوكي، بناخذ تصريح اولي او موافقه اوليه، وبعدين بنروح عند الطرف الثاني. اوكي، عن هاي المواضيع عم نحكي، عن طلعه، عن يمكن بدي زياده مصروف هون وهناك، مع انك هسه انت خلصت التعليم ويمكن مش بحاجتهن، قضايا من هذا النوع. ولا مره مش بحاجتهن، تعال نبلش منها. ولا مره، صعب لحد هسه. فيش شيء مين اسهل؟ فيش ابوي. ابوي فيش شيء عن جد مش مقبول. يعني عندنا سفير، اعمل شو بدك، شو اللي شايفه صح سويه، غلط بتشوف غلط بتوقف كملش. فيش شيء عن جد مش مقبول. يعني الجئ لواحد هن نفس الراي، هن نفس الشيء. عظيم جدا. هيك بدنا نرجع كمان بس هيك نقطة دخول الأبناء لهذا الجانب، لأنه حاسس حالي ما شبعتش. أسامة بتقول أوقات بتطلع فنانين معينين لأولادهم كمان بهذا المجال. يعني عندنا اليوم مكرم خوري عنده جميل، محمد بكري عنده صالح، جميل، وكمان بنت وكلارا بفكر. صحيح. بتطلعوا بتقول على حدا منهن هذا الفنان فوت ابنه بطريقة صحيحة؟ غالبا ما فوتونيش، يعني غالبا هن اختاروا، انا بعرف وجهوهن يعني. اوكي، لما قالوا لن ما اعترضوش. في ناس، في ابوات قالوا لا مستحيل افوت ابني بهذا المجال، وكل اولاده فاتوا، او العكس. يعني مش مهم السمين واشياء، بس انا ما بحبش اعمل شعارات، فاهم يعني. انا ما فرضت عليهم، بس انا مثلا كمان حكيت لك سر عن ميسم قديش حساس وكيف بحاول. احكي لي عن بس عن سفير ما توقعتش انا الصراحه يعني انه سفير ينجح في الطب. صعب
يعني هذا بده ناس تقعد دراسه 8 ساعات. انت بتعرف قديش يعني انا مش هيك، انا ما ورثت هاي الشغله انه ادرس. انا اكره شيء اسمه دراسي، يعني كنت اكره المدرسه وما زلت، مش يعني غيرت رايي. التعليم بشكله المنهجي هذا كنت اكرهه. فجاه بيطلع ابني اللي هو بيعمل زيي، بيغني وبيمثل وكل شيء، وفجأة بقول بدي أصير دكتور، وصار دكتور ونجح. يعني نجح نجاح باهر، وعنده يعني بلا حسد يعني أصحابه وناسه وزباينه، ونجح بكل شيء من أول مرة تك 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 تك. أنا ما صارتش معي هيك شيء. نقطة أخيرة هيك ما قبل الأسئلة السريعة، وهي الفقرة الأخيرة في برنامجنا. سفير، في محل معين من طفولتك لليوم لبعد تخرجك، في محل معين قلت فيه اوف لو انه ابوي مش بهذا المجال، لو انه ابوي بمجال هيك مستقر اكثر، بتعرف مش بحاجه للتواجد دائما خارج البيت، كنت يمكن بحاجته بهذيك اللحظه وقلت لو انه ابوي مش ممثل. مرقت عندك هاي اللحظه؟ انا وصغير، بس مش انه عشان ليش؟ انه مش متواجد بالدار بالبيت، مش عشان هيك، لا. الاستقرار المادي اوقات مثلا كنت اقول مثلا طلع دول الغنية. يعني الفن بالبلاد مش على قد ممكن يعمل مصاري. فانه بس بالاخر يعني بعد ما كبرت ووعيت اكثر فهمت انه مش الشيء الاساسي هذا، فلا بالعكس. طيب عظيم جدا. كيفكم مع السرعه؟ يلا انت كل شيء تمام. طيب عندي مجموعه اسئله، بس عند كل مجموعه، طبعا في مجموعه لأسامة وفي مجموعه لسفير، مفروض نجاوب على الاسئله في نطاق الدقيقتين لمعيارات في الساعه الرمليه. نبلش مع أسامة. أسامة، مهرجان مسرحيد، بزنس مع مردود مادي ثابت، أو منصة بالفعل للفنانين الحقيقيين وبعدين يتخرجوا لمحلات أخرى؟ منصة. خطوة اتخذها ميسرة ولم تكن موافق عليها. خطوة اتخذها ميسرة فنيا طبعا. فنيا؟ مع عمل فني أو استقالته من المسرحية الأخيرة اللي هي الثنائي الفني، الثنائي المرح تبعت مكرم ويوسف. عظيم. خطوة أنت أخذتها وميسرة عارضك فيها؟ أنا أخذتها وميسرة عارضني فيها، مش متذكر. أحد المشاريع اللي أنت سويتها وبتقول يا خسارة أنه ما بقيش أو ما ضلش لليوم؟ مهرجان الضاحكون قادمون. عملت في كثير من المسارح، أي منصة منهن بتحس أنه اشتغلت صح وخدمت كمان الفن والفنانين اللي اعتلوها بشكل صحيح؟ أي مسرح أكثر يعني. منصة أي مسرح أكثر مسرح خدم الكرمة في حيفا. فنان ولو حتى لمرة واحدة، ولو للحظة واحدة حتى، حسيت أنه عم بنافسك منافسة مهنية طبعا شرسة، اسم واحد؟ مش متذكر. شرسة؟ بنافسك هو ممكن يكون قلدني، أما مين؟ مش ولا مرة. يقلدك يا أخي؟ مين؟ شو بعرف، إنه كثير بيقلدوا. ما بعرفش يعني. واحد منهم. مش يعني التقليد هو مش إشي عاطل كمان؟ لا ما بعرف. أوقات بتقلد العمل المنيح. بركي أنا سيء لا يقلدوني، ليش يقلدوني يعني؟ حرام. هاي وكأنه كان جواب دبلوماسي بس ما زبط. اللي بيشتغلش من الفنانين اليوم والفنانات طبعا بالإعلانات كبديل للمسرح للسينما، وين ممكن يشتغل؟ خلص الوقت، وين ممكن يشتغل؟ وين ممكن يشتغل؟ لحام. لحام كثير منيح. اللحمة مطلوبة اليوم. سفير جاهز؟ يلا. بس عشان هيك أحتلنك، أنت جاوبت على 7 من 7. أوكي سفير، شو الفرق بين أسامة وهو بلشان بالشغل ومضغوط، وبين أسامة وهو متفرغ ورخيلها بالبيت؟ نفس الشيء، فيش فرق. صحيح؟ أوكي، هو هيك بيقول على الأقل. عمل من أعمال
والدك أسامة بضلوا ببالك، ولما تحكي عن حدا عن أبوك دائما تتذكروا أول إشي بتقول لهم ما هو أبوي يشتغل هيك. أي عمل هيك بعده كتير بذكرتك، قديم أو جديد مش مهم. هو مسرحيد، الفكرة مسرحيد نفسها. مهرجان مسرحيد في عكا. فنان أو ممثل تشعر إنه يا ريت أبوي مثله. يعني ممكن مش شرط محلي عشان أهونها عليك. تعرف مثله كمان بيجيب مصاري قده. لو إنه كان أكتر مشهور على العالم العربي بقدر هيك أجاوب، بس زي مين؟ مثل؟ زي كلهن اللي بالعالم لا العربي. واحد. مش كلهم بيقبضوا منيح. ما بقاش على القبض. اوكي تمام. حكينا عن امتى حسيت انه يا ريت ابوي بهذا المجال. شغله وحده كان بدك تاخذها من ابوك بس ما قدرتش تاخذها. الرسم. عظيم. شغله وحده اخذتها من ابوك وما كانش بدك اياها. حساسيتي، حساس بالمواقف الانسانيه. كثير. بدك تكون متمسح. كنت على لو اتمسح اكثر شوي. عظيم جدا. كنت بتحب لو أسامة عمل عائلة أكبر، كثير إخوة وخوات؟ وهذا السؤال عم نسأله لأنه بشكل عام تعرف الفنان بيعمل مليون حساب إذا بده يعمل عائلة كبيرة أو لا، أو حتى يعمل عائلة أكبر. لا بس لو كان في بنت زيادة، بنت وحدة بكون أحلى. بتحس في حاجة؟ لا بس لازم يكون في بنت، يعني بكون أحلى بالعائلة. معيرين أنت وأبوك خيا خلاص. يعني 7 أسئلة بساعة رملية. حتى أقول لكم شغلة هون، هدول 2 و7 ثواني عادينهن أنا والزملاء قصي وساري وسهيل وكله عادينهن. طيب هاي أسئلتنا، بس بما أنه سألت سفير السؤال الأخير عن العيلة، كنت بدك تعمل عيلة كبيرة؟ نفس الجواب. نفس الجواب كمان بنت. انا كانش بدي الولد الثاني يجي ولد، فاجى بنت، فاخذنا اسم بنت حطينا له اياه ميسم. على شغلتين انا بدي اشكركم، اللقاء انتهى، ولكن على شغلتين. اول شيء على السلاسه بالفعل في الاجوبه، في الحديث مش الاجوبه، لانه بالاخر مش استجواب هذا، ولكن على السلاسه في طرح المواضيع والانتقال بالفعل هيك بين المواضيع. وشغله ثانيه، انا بدي أشكر عائلة المصري اللي جابت وعم بتجيب فنانين من هذا النوع. أنا سفير وميسم عن جد بتمنى لكم من كل قلبي النجاح بهذا الموضوع، وتنجموا مش مثل أبوك أو مثل عمك أو لا تنجموا مثل ما أنتوا بدكم تنجموا وتساووا شغل رائع. شكرا كثير لكم. بالعادة مثل نهاية كل عدد من بنحكي لبلد نشكر ضيوفنا ونطلب منهم يحكوا كلمة ممكن تكون أمنية شخصية أو جمعية هن بيختاروها لحد نص دقيقة. شكرا كثير سفير مصر، تفضل الكاميرا إلك. يسلم. بحب أتمنى للجميع كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، وينعاد على الجميع بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب، وبتأمل إنكم انبسطتوا بالحلقة. شكرا. أسامة، والله هو عارف يحكي، أنا والله عارف. كتر طلاتك وكتر طاقاتك الحلوة. شكرا، تفضل. بتمنى ما تكونوش زهقتوا مني، يعني كان اليوم شوي دم تقيل، مش بسببي، وحياة الله. أنا في واحد حكى معي جدي، شو أنا بدي أجاوبه جدي. خلاص مرة ثانية نلتقي مع بعض وبنحكي هيك، يعني أنا عارف لكل مقال مقال ولكل حديث حديث. يلا إلى اللقاء. فعلا لكل حادث حديث، مثل ما قال أسامة. إنه أودعكم بطريقة أسامة رح يكون علي شوي صعب، لأنه في أسامة واحد بهذا البلد، ومعه اليوم حكينا لبلد. إلى اللقاء.